فتوح عمال يلعب بيهم الكورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من فنون الكورة مع أمين. جاي يطلع فيا العيب، أتاريه هو العيب ماليه ومغطيه. جمهور الزمالك النهارده وامبارح من 4 5 أيام بدأ يعمل حفلة على فتوح، حتى قدامى الزمالك وإعلام الزمالك وكل من ينتمي لنادي الزمالك. طبعا بسبب سهرة فتوح أو بسبب لما كان فتوح راح يزور عمه فطلع عمه راغب علامة. برضه من ضمن الافيهات اللي عجبتنا قوي في المده اللي فاتت ان راغب علامه لما بيكلموه بيسالوه هتعمل ايه في التحقيق الموجه ليك من الموسيقيين. قال لهم انا بطلب احمد فتوح يحضر معايا التحقيق، ابن اخويا وواجب عليه يقف جنبي. مفيش جديد. فتوح مسك الطبله فتوح مسك الطبله فتوح مسك الطبله لجمهور الزمالك وللي في الزمالك ومن ينتمون لنادي الزمالك. شوف يا اخي سبحان الله، من قيمة سنتين أو من قيمة سنة وشوية كان لما تردد بإشاعات كتير إن النادي الأهلي هيتعاقد مع فتوح، فكل جمهور الزمالك ونادي الزمالك وإعلام الزمالك ومن ينتمون لنادي الزمالك والمستثمرين في نادي الزمالك واللي بيمولوا نادي الزمالك واللي بيدفعوا فلوس في نادي الزمالك وكل كيان ومن ينتمي لنادي الزمالك من قريب أو من بعيد، نفس الحملة اللي بتحصل كل مرة. احنا هنديله اللي هو عايزه، هو شوف عايز كام ونديله بالزياده، والمتبرع هيدي والاستاذ ممدوح هيدي والاستاذ جاب الله هيدي والاستاذ والحاجه فلان تجي تبيع الحلق وفلان طلع يقول لك انا بيع الجحش الاخر زي زيزو. نفس سيستم كل صفقه بتيجي تروح او مش عايزه تجدد لنادي الزمالك. هاجس ان الصفقه دي هتروح للنادي الاهلي بيعمل لهم تربنه فوق ما حد يتخيل. لكن الصفقه دي بالذات كانت عامله تربانه كبيره جدا 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 لنادي الزمالك. فتوح للنادي الاهلي كان ساعتها كان علي معلول مصاب، فكل خلاص يعني عنده يقين ان فتوح رايح الاهلي، فالكل يفاجئ ان الاهلي ما خلصش مع فتوح، يقول لك احنا مضينا ولحقنا فتوح وهو على بوابه النادي الاهلي. يمر الزمان يا اخي ويرجع نفس الحكايه مع زيزو، بس هنرجع لفتوح تاني دلوقتي دقيقه واحده ونرجع لفتوح. نفس الكلام حصل مع زيزو، لكن زيزو لقى ان فعلا عارف اللي جوه ايه وان مفيش حد بيثبت بكلامه وان مفيش حد هيفعل كل شيء، فزيزو خلعه وجه على الاهلي من بره. فضلوا ان هم ما يبيعوش زيزو. طبعا القصه اللي احنا عارفينها ب 6 و7 مليون دولار عشان ما يجيش كوبري النادي الاهلي هيروح يشتري لعيب من فريق ب 6 7 مليون دولار؟ طب وليه؟ سبحان الله. الزمالك قدم زيزو للنادي الاهلي على طبق من ذهب. زيزو جه الاهلي ببلاش، لا ولا 100,000 ولا 100 جنيه حتى. ترجع الكلام ويتقلب الدنيا ان وسام عايز يرحل. طبعا عارفين ان وسام بيضغط وكله كله عارف ان وسام عايز يمشي، مفيش مشاكل. انت ليك في عقد عندي 4 سنين، مفيش مشاكل، بس انا عايز امشي عادي. يبقى هات الفلوس اللي انا عايزها. الاهلي وصل بالمبلغ اللي هو عايزه، كان قال لو الفرقه من امريكا 8 مليون دولار ونبيع، وصلت ل 7 مليون 7.5 مليون دولار، خلاص الاهلي هيبيع 500 الف دولار. لكن الاهلي حط بونص 2 مليون دولار و20% اعاده بيع، مفيش مشاكل، كل ده الناس كلها عارفاه. لكن بعرفك بس ان في فرق التعامل بين النادي الاهلي ان عرف ياخد 7.5 مليون دولار من لعيب واحد عنده، وادى درس لاي لعيب ان انت عايز تمشي وعقدك موجود مع السلامه، انا مش هقف في طريقك، لكن هاخد الفلوس اللي انا عايزها. لو اتنططت وعملت، اقول لك في ناس هتطلع في التعليقات كالعاده تشتم وتقول لي بأمارة انه ضغط عليك وفرض كلمته. محدش فرض كلمته على الاهلي. الاهلي باع اللعيب زي ما هو عايز بالمبلغ اللي هو عايزه بالنسبه اعاده البيع. اعاده البيع بتبقى المبلغ اللي المبلغ الاساسي، يعني لو اللاعب ده انباع ب 10 مليون بيتشال السبعة ونص والتلاتة ونص بياخد نسبة بعد بيع. لا، الاهلي حط التوتال اعادة بيع على المبلغ كله. يعني حتى لو اللاعب انباع ب7 مليون بعد كده او ب5 مليون، هياخد توتال 15% او 20% اعادة بيع على المبلغ كله، اللي هم 5 مليون او ال7 مليون مثلا او ال10 مليون ان شاء الله. فالنادي الاهلي ما بيحطش حاجه للصدفه وما بيسيبش حاجه للصدفه. يمكن كان في غلطه في عقد كولر واحنا بنعترف، لكن الناس بتتدرج ده في اي غلطه. قليل لما تلاقي فيه عقودات فيها غلطات في النادي الاهلي. لكن يا جدع سبحان الله يمر الزمن. اه. طب حته صغيره كمان، وسام ابو علي لو ربنا كرم النادي الاهلي وخد 2 مليون بونص على 7.5 مليون، يعني 9.5 مليون دولار، قول بنسبه اعاده البيع والكلام ده ممكن تخش لها في 10 11 مليون دولار.
$11 مليون ده ما بيفكركش بحاجه؟ 11 مليون دولار دول هي القيمه التسويقيه لنادي الزمالك كله. ده كان زيزو موجود، فما بالك بقى بعد ما زيزو مشي وجي الاهلي، شوف القيمه التسويقيه للنادي الاهلي بقت فين والقيمه التسويقيه لنادي الزمالك بقت فين. حصل خناقه بيني وبين زمايلي، 2 زمايلي زملكاويه، قال لك انتوا عاملين فرقه عشان تروحوا تنافسوا فيها لنهائي كاس العالم للانديه، ايه الفرق بينك وبين الاهلي؟ لما انت مش قد البطولات دي بتشارك فيها ليه؟ انا بقول لك اللي حصل من 2 زمايلي بالظبط، 2 زملكاويه. قلت له النادي الاهلي لما جاب لعيبه من نفس المحيط بتاع نادي الزمالك، يعني اللي الزمالك يقدر يجيبه الاهلي يقدر يجيبه بيراميدز يقدر يجيبه، انما الهلال لما راح جاب كواليتي عالي. قال لي يعني القيمه التسويقيه بتفرق؟ قلت له ايوه. قال لي يعني القيمه التسويقيه بتاعكم بتفرق عن النادي الاهلي؟ قلت له تمام. عن الزمالك؟ ايوه. بس لعيبه كواليتي لعيبه النادي الهلال اعلى بكتير من كواليتي لعيبه النادي الاهلي. خلينا لعيبه جايه من الدوري الانجليزي، لعيبه جايه من الدوري الايطالي، لعيبه جايه من الدوري الالماني، فالكواليتي اعلى بعيد بقى عن القيمه التسويقيه والكلام من ده. فله حق الهلال عمله، بل بالعكس انا قلت مبروك للهلال على اسم الهلال والاسم الفريق الاسيوي. لكن هارد لك للهلال لان كان بالكواليتي اللي عنده، بالمدرب، المدير الفني، باللعيبه، كان يعدي اكتر من كده. خلينا نكون واضحين. فالنادي الاهلي كان عنده امل والجمهور كان عنده امل يطلع احسن من كده، على الاقل دور 16. ما طلعش مفيش مشاكل، احنا قصرنا لكن بنفكر لقدام، ما بنقفش مكاننا. فهم قالوا لي لما انتوا مش قد البطولات دي ما تشاركوش فيها. يعني الاهلي مش قد كاس العالم ما يشاركش فيه. انا مصدقك وهقول لك امين على كلامك. طب انت ايه طموحاتك؟ ايه بطولاتك اللي انت بتاخدها؟ كاس مصر؟ يبقى المفروض ما تشاركش غير في كاس مصر. طب بتاخد كاس مصر كل قد ايه؟ بتاخد الدوري العام كل قد ايه؟ انت كزمالك او زملكاوي انا برد عليك بمنطقك، ما دام ما انتش قد البطوله ما تشاركش فيها. الاهلي دلوقتي دايما غالبا بنسبه 90% بياخد اول الدوري، بيراميدز دلوقتي بقى ياخد تاني الدوري، انت كزمالك بتاخد تالت الدوري. المفروض ما تشاركش، انت مش قد البطوله، ما انت حصلت الدوري وحصلت الكونفدراليه اضعف بطوله في القاره. فما تاخدهاش معيار انك انا مش قد البطوله ما شاركش، او انت مش قد البطوله ما تشاركش. خلينا نكون واضحين. نرجع لفتوح. نادي الزمالك لما حارب بكل قوته انه ما ياخدش فتوح، او فتوح ما يروحش الاهلي من قيمه سنتين او من سنه ونص تقريبا، النهارده فتوح وصل جمهور نادي الزمالك ان بيقول لهم يا ريت، او الجمهور بيقول لفتوح روح الاهلي وريحنا. شوف، جمهور نادي الزمالك وصل لمرحله ان بيقول للفتوح روح الاهلي، روح الاهلي. يعني نادي الزمالك يشتكي من قله انضباط فتوح. نطلع بقى على بيان مصطفى شلبي. مصطفى شلبي قال لك لازما اطلع، ولك طلع من الباب الكبير. والله صحفي زملكاوي، مصطفى شلبي طلع من الباب الكبير، طلع من الباب الكبير لنادي الزمالك. بأمارة ايه؟ بأمارة انه ما كانش عايز يمشي من الزمالك الا لما ياخد الفلوس اللي هو عايزها من الفريق اللي رايحه، وخدها من بنك الاهلي. طلع من الباب الكبير، ما عملش مشكله طول ال3 سنين. طب والمشكله اللي كان عملها في الامارات والحبس اللي كانت حبسه في الامارات؟ بص احنا ما بنقفش عند الحاجات دي كتير، لكن لما مصطفى شلبي في الفلوس اللي كان بيعمله ان جمهور الزمالك قال مستني اليوم اللي مصطفى شلبي يمشي فيه ونعمل فرح ونكسر قلل ونكسر زير وبتاع وكلام من ده، طلع الصحفي يقول لك الزمالك مصطفى شلبي طلع من الزمالك من الباب الكبير، من الباب الكبير. اما وسام ابو علي كان بيضغط على الاهلي وبيعمل وبيسوي كهربا عمل مشاكل في الاهلي الاهلي ما سابش لعيب الا لما كسب منه. هتقول لي ما هو مشي رامي ربيعه، مش مشكله برضه. لما بص مشى رامي ربيعه، اكرم توفيق، مشيانهم من الاهلي، ما اتعملش وحمزه علاء ما اتعملش عليهم الحمله بالشتيمه. مع السلامه، مش عايز تجدد، مع السلامه. هو نفس اللي اتحصل مع وسام، مش عايز تجدد، مع السلامه، او مش عايز تلعب، مع السلامه. الباب يفوت 100,000 لعيب، الباب يفوت 100,000 لعيب. هي كده في النادي الاهلي، عايزنا نحبك، مش عايزنا مع السلامه. عكس نادي الزمالك، هتمضي ولا نعمل عليك الحمله؟ مش همضي. سباب وشتايم وكل شيء. كلمه حرقت قوي الزملكاويه والصحفيين الزملكاويه، وصحفي مخصوص في الزمالك يقول لك انا هدي، لما زيزو قال انا هدي 200% من مجهودي وهتشوفوا نسخه جديده مع نادي الاهلي. الصحفي الزملكاوي نفسه بيقول له لما مصطفى شلبي طلع من الباب الكبير وقال جمله حلوه للجمهور، الكلام ليك يا جاره،
كنت تقولي كلمة حلوة للجمهور. كلمة حلوة تميل للجمهور، الجمهور اللي بتمويل من ناس معينة طلعت مسكت اللاعب سب فيه وفي امه وفي ابوه وفي مراته وفي عرضه وفي ولاده. كلمة انتوا، هو انتوا عندكم يعني متعودين على قلة الادب عادي؟ يعني انت لما حد يقول لك اشتمك واسبك واضرب في عرضك واهينك واعمل كل شيء، مستني مني ان انا لما اسيبك وامشي اقول لك مع السلامة، هتوحشني، عشت معاك ايام حلوة؟ انت دماغك تعبانة. يعني انت كصحفي دماغك تعبانة، او انا عارف انك كزملكاوي دماغك تعبانة، دماغك تعبانة. الاهلي عامل هاجس لكل نادي للزمالك ومن في الزمالك ومن ينتمون لنادي الزمالك. بص، هيتنهم كل يوم يقول لك الاهلي بيجيب فلوسه منين. انا عايز اعرف بس، ورد واحد من زملكاوي، الزمالك بيجيب فلوس الصفقات منين؟ في مفاجأة انا عرفتها بجد، لمنذر اللي كان مع صحفي على قناة فضائية، مع مهيب على قناة فضائية، بيقول له انت ايه رأيك في لاعب فلان الفلاني لاعب كبير؟ يعني مهيب بيسأل المنذر ده اللي هو وكيل اللاعبين، بيقول له ايه رأيك في معالي؟ يقول له لعيب كبير، ايه رأيك فيه؟ قال له ماشي، ما انا سمعت بس انا ما شفتش حاجة. طب ايه رأيك في فلان؟ لعيب كبير، ايه رأيك فيه؟ ايوه انا شفت فيديوهات بس ما شفتش لعيبه لسه في الملعب. المفاجأة ان المدير الفني لنادي الزمالك عاملين صفقة حلوة بصراحة، ب 23 ألف دولار في الشهر. المدير الفني لنادي الزمالك 23، صفقة ممتازة. لكن هل جون ادوارد خدها ان نادي الزمالك مركز ومعمل اختبار؟ انا قلت الكلام ده من مده كبيره، قلت ان جون ادوارد هيشتغل في جايبان لعيبه يكبرها ينمرها يبيع ليه؟ عموله وسمسره يا بيه، عمولته. امال هو وشركته والناس الهيلمان اللي شغاله معاه دي فين؟ وما زلت بكرر حتى الان في نادي فاركو ما اعلنش رحيل جون ادوارد من المدير الرياضي، منصب المدير الرياضي لداخل نادي فاركو. الناس بتتكلم برضو ان لعيبه في لعيبه كتيره قوي من سيراميكا كانت من لعيبه النادي الاهلي. يا جماعه، ما انت لو بصيت في اي حد، طب ما انت هتلاقي في لعيبه من الزمالك في الاهلي، وهتلاقي لعيب من الاهلي، لعيبه من الاهلي في الزمالك، بس هم حاطين ودايما مركزين وما بيشوفوش غير النادي الاهلي الكبير. دايما الكل، الكل يعني دايما الكبير قوي، الكل دايما عينهم عليه، ملهاش حل تاني، ملهاش تفسير تاني. فعشان الاهلي هو الكبير قوي، فعيون الانديه وعيون الصحفيين وعيون كل الناس على الاهلي. هو ده قدر الاهلي، فعاش الاهلي، فعاش الكبير. وربنا يدين نعمه علينا كاهلاويه ومنتنين سدين نفس كل زملكاوي. تنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. جمعه مباركه عليكم، اكثروا من الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.